كنت جعانه بالليل وبفتح التلاجة كده يا جماعه، وبالصدفه لقيت الفرخيه دي قاعده حزينه، فقلت بقى انا لازم اروق عليها وعملت لها تتبيله من الاخر. جبت بقى الاير فراير وشويت فيه فلفلايه حمراء وفلفلايه خضراء وطماطمايه وبصلايه، ولحد بقى ما الخضار يتشوي تعالى اكلمكم شويه عن الاير فراير. مش عارفه بجد ابدا لكم منين، لان هي مميزاتها كتيره، بس مبدئيا كده هي 4 لتر، وده حجم كويس جدا عشان نعمل فيه معظم الاكلات. واحلى حاجه فيها بقى يا جماعه ان هي بتسوي الاكل بسرعه جدا، وفيها برامج للتسويه مختلفه. نرجع بقى للخضار بتاعنا. بعد ما اتشوى ضربته كده بالهاند بلندر، وهبتدي بقى احط التوابل. اول حاجه بقى حطيتها معلقه كده من الصويا صوص، ومعلقه كمان من العسل الابيض، ومعلقه حلوه كده من البابريكا، وكمان كزبره ناشفه، وكمان روزماري. قلبت بقى كل ده مع بعضه، ويا ريتكم يا جماعه شامين معايا ريحه التتبيله دي بجد خطيره. عملت بقى مساج للفرخه المكتئبه الحزينه دي يا جماعه بالتتبيله، وبجد يا ريتني كنت مكانها حد يدلعني ويهتم بيا الاهتمام ده. وحسيت بقى ان انا ما ينفعش اسيبها تخش الفرن كده لوحدها، فحشيتها بقى يا جماعه رز. ومش اي رز بقى، ده رز بالخلطه عشان يونسوا بعض جوه. حطيتها بقى في الاير فراير، وجبت بقيه التتبيله يا جماعه عملت لها مساج اخير، والحبه